في حضارة اتولدت منها الأسرار في أرض النيل، حيث الشمس كانت إله والنجم كان رمز للمصير. النهاردة النجمة بتحكي عن الأبراج الفرعونية، عن ال 12 طاقة اللي رسمها المصري القديم على جدران المعابد علشان تفهم روحك وتعرف طريقك. النهاردة النجمة بتحكي عن أسرار الأبراج الفرعونية. استعد، لأن الأسرار اللي جاية مش مجرد أبراج، دي مفاتيح لروحك القديمة من زمن الفراعنة العظماء. حابي، إله النيل، 1 ل7 يناير و19 ل28 يونيو و1 ل7 سبتمبر و18 ل26 نوفمبر. زي النيل هادي، بس لما تغضب بتغير مصير أرض كاملة. النجمة بتحكي إنك رمز العطاء والتجدد، بتدي بدون حساب، لكن لازم تفتكر إن النيل كمان بيحافظ على حدوده. آمون رع، رب الشمس، من 8 ل21 يناير ومن 1 ل11 فبراير. نورك مش عادي، ده نور بيوقظ الوعي حوالين العالم. انت القائد، بس قوتك الحقيقية في حكمتك مش في سيطرتك. خليك مصدر إلهام، مش مجرد شعاع بيمر. موت، أم الكون، 22 ل31 يناير و8 ل22 سبتمبر. في حضنك بيتخلق السلام، وفي سكاتك بيطلع النور. روحك أمان، حنون، بس محتاجة تهتمي بنفسك زي ما بترعي الكل. جب، رب الأرض، من 12 ل29 فبراير ومن 20 ل31 أغسطس. واقعي، بس قلبك أنقى من التراب اللي بتمشي عليه. قوتك في ثباتك، بس خليك مرن وقت الرياح. أوزيريس، إله البعث والحياة، من 1 ل10 مارس، من 27 نوفمبر ل18 ديسمبر. اللي مات فيك هيقوم من تاني، بس بشكل أقوى من قبل. كل نهاية عندك بداية جديدة، روحك لا تعرف الانكسار. إيزيس، سيدة السحر والحب، من 11 ل31 مارس، من 18 ل29 أكتوبر، من 19 ل31 ديسمبر. قلبك بيشفي اللي حواليك حتى وانتي موجوعة. الحب مش ضعف، ده أعظم سحر خلقه الكون فيك. تحوت، إله الحكمة والكتابة، من 1 ل19 إبريل ومن 8 ل17 نوفمبر. الكلمة عندك مش صوت، دي تعويذة بتغير المصير. اكتب نيتك والكون هينفذها، لأن قلمك موصول بالحكمة الإلهية. حورس، عين الشمس، من 20 ل7 مايو ومن 12 ل19 أغسطس. شايف كل حاجة من فوق، حتى اللي الناس مش شايفاه. انت ابن النور، والمجد في طريقتك إنك تبصي دايماً لأعلى. أنوبيس، حارس العبور، من 8 ل27 مايو ومن 29 يونيو ل13 يوليو. ما بتخافش من النهاية، لأنك عارف إن وراها بداية. قوتك في هدوءك وقت التحول، بتحمي نفسك بطاقة النور مش الخوف. ست، سيد العواصف، من 28 مايو ل18 يونيو ومن 28 سبتمبر ل2 أكتوبر. من وسط الفوضى بتتولد قوتك، حتى العاصفة ليها هدف. استخدم غضبك علشان تخلق واقع جديد. باستت، سيدة النعمة والجمال، من 14 ل28 يوليو ومن 23 ل27 سبتمبر ومن 3 ل17 أكتوبر. الجمال عندك مش شكل، دي طاقة تهدي القلوب. كوني رقيقة بس ثابتة، والكون هينحني لك احتراما. سخمت، اللبوءة المقدسة، من 29 يوليو ل11 أغسطس ومن 30 أكتوبر ل7 نوفمبر. في هدوءك نعمة، وفي غضبك معجزة. انت طاقة نار مقدسة، استخدميها في الشفاء مش الحرب. وهكذا تكلمت الأبراج الفرعونية من قلب المعابد القديمة، من حروف الهيروغليف اللي لسه بتنادي بأسرارها. اسمع نجمتك وافتح بوابتك للكون. النجمة بتحكي، ولسه الحكاية مكملة.